مساء الخير يا جماعة. والله يا جماعة أنا يعني في العام في الطبيعي عشان أنا بتكلم عن نفسي بحب أطلع في فيديوهات ما أجيبش سيرة حد ولا الكلام ده، ولا أي حد من السوشيال ميديا ولا الكلام ده، ولا أي حد مفكر نفسه مشهور ولا كده. إنما ولا بدي اهتمام، هم مفكرين نفسهم شوية عيال مشهورة، شوية عيال معروفة، كل ده غسيل أموال والكلام ده. ما بحبش أتكلم عن الناس دي خالص. إنما هتكلم على عيل عبيط، عيل هبل ابن مرة وسخة مش عارف منين، اللي اسمه كرام مشاكل ده. مش عارف حد بيكلمه في فيديو ولا طلع لايف مع حد وبتاع والكلام ده، بيسأله على الزمالك وبتاع. قال له يا عم انا اهلاوي، انا ما اعرفش بالكوره بس اهلاوي زملكاويه مين خلوهم يغوروا وبتاع. يقول مين يلا يا ابن العرس، انت مين يلا؟ انت مين كروان مشاكل ده؟ مين العيال دي طلعت منين؟ مين ابهاتها؟ مين امهاتها؟ العيال دي بره اصلا، بره السجون ازاي؟ العيال دي عايشه معانا ازاي كده؟ مين كروان مشاكل ده؟ انت بتجيب اسم الزمالك على لسانك وتقول الزملكاويه يغوروا؟ يا ابن الشرموطه انت مين يلا؟ صدقني انت بتنزل هنا في اسكندريه، وانا عارف بتنزل فين، بتروح الاباري عند ابن احمد شيبه، حوده شيبه، وبتنزل عند كذا حد انا اعرفه. صدقني قسما، وانا عامل لك منشن في الفيديو، ها؟ لو شفتك في اسكندريه عليا حرام من ديني لا البسك بدله راس، عشان مفيش واحد من جمهور الزمالك ينفع يتشتم، ولا نادي الزمالك ينفع يتشتم يا ابنها يا معرس. انت عيل نسوانجي معرس، انت منسون، انت مش راجل، انت يعني لا تبع الرجاله ولا تبع النسوان، انت يعني جنس تالت ما بين الاتنين. كروان مشاكل، احترم نفسي ما يشين امك. وانا لو شفتك في اي حته في اسكندريه انا هندمك انك نزلت اسكندريه، عشان تبطل تجيب سيره اسيادك على لسانك تاني. مش هقول لك اكتر من كده.